يا ابني ده زي امك، ازاي تكلمني كده؟ قلت لك اخويا. انت كمان بتمد ايدك عليا يا جوز بنتي واكسر عظمك كمان. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ في يا جماعه صوتكم عالي ليه كده؟ جوزك يا بنتي ضربني بالقلم. ايه؟ ضربك بالقلم؟ قلت لك 100 مره الست دي ما تدخلش هنا، امشي اطلعي بره. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك يا بنتي. على فكره يا شادي يعني ما كانش ينفع اللي انت عملته ده، مش لدرجه انك تضرب امي بالقلم. مش لدرجه تضرب ايه؟ انت هتعلميني اعمل ايه وما اعملش ايه ولا ايه؟ والله العظيم مش قصدي، بس برضه يعني خليك مراعي ان هي امي. بقول لك ايه، ما تنطليش في دماغي، انا قلت لك 100 مره الست دي ما تجيش هنا. طب اهدى بس، انت عارف علاء اصلا لو عارف ممكن يعمل ايه؟ هيعمل ايه علاء؟ هديله بالقلم هو كمان على وشه زي ايه؟ ماشي يا شادي. روح اعملي الغدا يلا. العلاء هتخوفني باخوه بالجزمه هو كمان لو اتكلم. ما تزعليش يا ماما اللي شادي عمله. ما زعلش، يضرب امك بالقلم ويهينها وانتي ساكته ما تتكلميش وتقولي لي ما زعلش، ناقص يعمل فيا ايه اكتر من كده؟ يا ماما ما انت عارفه يا شادي دماغه ناشفه ومش بيقتنع ان هو غلطان، وانا عشان عارفه ان هو غلطان انا جيت لحد عندك وبرضيكي، ويعني طالبه ان انت تسامحيني. انا عارفه بجد ان احنا غلطانين وانا ماليش غيرك، يعني انت المفروض تقفي جنبي. ايوه ما هو واضح، انتي حتى ما انش عليكي تقولي لجوزك عيب تقولي له اي كلمه، ده انا امك. مين بس قالك كده؟ ده انت اول ما مشيتي قعدت واتكلمت معاه والله وفهمت ان هو غلطان، بس انت عارفه يعني ما كانش ينفع ان انا اقول له كده قدامي. ما تزعليش بقى، حقك عليا، وكمان انا طالبه منك يعني ما تقوليش لعلاء، انت عارفه الدنيا هتولع لو عرف. علاء هقول له ايه؟ هقول له جوز بنتي ضربني وهني وطردني من بيته وبنتي واقفه ساكته ما اتكلمتش ولا قالت اي كلمه، هقول له ايه يا علاء؟ والله يا ماما انا مكسوفه منك قوي، علشان خاطري بقى سامحيني. ولا يهمك ولا يهمك يا بنتي. يعني انت خلاص مش متضايقه مني؟ كتر خيرك يا سلام. طيب يا ماما انا هتكلم مع شادي تاني، وهو والله العظيم عارف ان هو غلطان، عشان خاطري ما تزعليش. مش زعلانه مش هتقولي لعلاء صح؟ لا يا بنتي مش هقول له ايه؟ انا ماشي. ما اقدرش احكي لعلاء حاجه، ده يبهدل الدنيا. انا يا دوب الحق اروح، انت عارفه يا شادي لو جه لقى ان انا مش عامله الاكل ولا مروقه الشقه هيبهدلني. روح روح يا بنتي الحقي جوزك، ربنا يخليهولك. السلام يا بنتي، السلام. مش عارفه اقول ايه يا رب. بنتي من لحمي ودمي تقبل على امها الاهانه كده. كتر خيرك يا بنتي. انت كنت فين يا هاني؟ انا كنت عند ماما. عند امك؟ عند امك بتعملي ايه؟ ليه بس كده يا شادي؟ ما قلتليش ليه بتطلع من ورايا ليه؟ ما كنتش عايزه ازعلك يعني ان انا رحت لماما. عايزه تزعلني عشان اروح لماما؟ اول واخر مره تطلعي في البيت من ورايا، واخر مره اشوفك عند امي. عارفه لو رحت تاني مش هرجعك، بطلقك. خشي جوه عند امي.